لما طردني من الشقه. لما طلبني من الشقه طلعه من بره وطردني انا تاني، مش طردني، قال لي لو عايز تمشي امشي تاني. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. اكتر لحظه كنت فخور بيا فيها؟ كتير قوي. هو طارق بيعمل انجازات كتير الصراحه، يعني هو لا يعني مثلا كرياضات وكده، هو يعني جمهوريه مرتين في التجديف. لا انا حضرتهم. اللي حضرتهم بيدعوا بالخمسه. بس وان هو برضو في شغل شاطر جدا، حتى يعني اللي اعرفه كمان في الشركه عنده معتمدين عليه بجزء كبير، فده انا على طول فخور بيه الصراحه في حوار الشغل. فاكر اول مره اتقابلنا فيها؟ هو انا كنت في الكليه بس يعني انا اللي هجاوب. لا انت اللي هتجاوب. تمام. اول مره اتقابلنا كان في الكليه في اعدادي، بس اول مره اتكلم انا واشرف كتير. انا فاكر اليوم ده كان يوم 2 عشان كان عندنا تسليمه بتاعت اسس تصميم. وكان ماشي شايل الماكت بتاعه. كان ساعتها لسه يعني بيروح اسماعيليه كل يوم ويرجع من اسماعيليه. كنت قابلته على كوبري 15 مايو، وانا كنت هتمشى للكليه وقابلته وتمشينا سوا. كان معانا حد تالت بس انا ممكن افتكر مين الحد ده. ساعتها كانت اول مره بقى اتكلم مع اشرف وكده بقى، وكنت متفاجئ جدا اللي هو انت يا ابني رايح جاي على اسماعيليه كل يوم وبتاع، لقيت ما لقاش يعني. دي كانت اول مره انا واشرف كان اسماعيليه، بعد كده قعدت في فندق، بعد كده ليله. احكي عن فتره كانت صعبه وانا وقفت جنبك فيها. هي فتره الجيش، يعني هو انا كده كنت بنزل الجيش كل فترات يعني بعيده شويه، بس لا فعلا يعني كان في فتره كده كنت فعلا النفسيه بتاعتي كانت ضايعه جدا، مش في اول جيش يعني، كانت يعني في النص كده، في نص جيش قبل الاخر. بالظبط. كانت النفسيه عندي كانت بايظه جدا. كان في الجيش، في مشاغل بره الجيش والحاجات دي. يعني كنت بنزل يعني مؤخرا يعني يعني مش بلاقيش حد، بس فعلا لو انا مفيش طاقه ان انا اكلم حد. انا كنت بعتمد مثلا على ناس معينه ما بقتش موجوده في حياتي، فاللي هو ايه بكلم طارق عادي انت فين؟ انا في القاهره. كنت بنزل اساسا ما بخرجش مع حد في القاهره، فبقى برجع اسماعيليه على طول. فكلمته يا طارق انا في القاهره انت فين؟ قال لي انا موجود يلا. قلت له انا نفسي اكل سوشي. فقال لي بقالي كتير قوي ما اكلت السوشي. فقال لي طب تعالى. فهو يعني فتره الجيش دي فعلا يعني كنت بنزل اللي هو يعني بخرج مثلا مع صحابنا مره كل كام مره، بس طارق كان بيبقى موجود دايما. يعني في فتره الجيش دي في احسن فتره ان هو كان موجود فيها الصراحه. حاجه كويسه نفسك انها تحصل لي؟ كتر يا طارق. تحصل لك انت؟ يا نهار ابيض. مش عايز افرح بيه كده يعني. خلينا انا بكون عايز افرح بيه. لا خلينا بنصين الدنيا كده. بس لا، عايزك تبقى مرتاح ومبسوط في حياتك عامه، تتحقق اللي نفسك فيه، ان انت تسافر تتفرج تلف الدنيا. فدي لا دي اكتر حاجه. وطبعا تبقى ناجح في شغلك دي وتعمل كارير شيفت. بالظبط. يعني اعمل كارير شيفت دي اكتر حاجه نفسي فيها فعلا. كارثه عملناها سوا ومحدش يعرفها غيرنا. وكده حد يعرف. يعني شويه احنا مش ما اظنش ان احنا النوعيه بتاعت ان احنا ترابل ميكرز. كان ممكن مواقف بتحصل في الكليه كارثيه كده. في كارثه عملناها بس مش كارثه يعني زي الحوار، بس الناس تعرفها يعني، اللي هي انا كنت بحاول التحقيق وهو في الكليه كانت كورونا وبتاع. فاللي هو انا يعني الكليه كلها ودفعتنا كلها قالت لك يا جماعه احنا ازاي نتخرج، ازاي نمتحن. في كليات كتير ما امتحنتش في حاجه انا عايزين ما نمتحنش. كنت ساعتها لما كنت نايم وكلمته يعني، صحيت لقيت الكليه كلها مكلماني. بالظبط. هو فين احمد اشرف؟ بيدوروا عليا بس. فهو كان مسافر ساعتها. كنت مسافر ساعتها لما الساحل. كنت في الساحل. كلمتك قلت لك انت هتحاول للتحقيق وكده. بس ساعتها قلت لي روح مكاني. رحت يعني راح مكاني اللي هو كان مش عارف عشان الحوار بقى عشان نروح امتحانات يعني انا كنت نازل البوست بس تعرف خلاص كده باقي الناس عرفوا ان انت اللي نزلت البوست. لا بس يعني مش انا، كان في حد عمل ايديت. كنا 3 كنت نايم. بس طارق راح مكاني الصراحه التحقيق، ويعني الحمد لله. فاكر لما رجعت انا الكليه بعديها عميد الكليه قال لي حاول تتخرج. بس الحمد لله اتخرجت. الحمد لله. موقف كان هيبقى اصعب لو ما كنتش معاك؟ مواقف كده هتبقى اصعب ما كنتش معاك. كان
كان في موقف حصل واشرف في اول جيشه ما كانش موجود. كان ساعتها كان كل اصحابي في الجيش وايفن اشرف، بس زي ما قلت من شويه ان اشرف من الشخصيات اللي بحب واعرف اتكلم معاها، فما كانش موجود اصلا. هو الحمد لله يعني ان هو نزل اجازه ما طولش قوي، نزل اجازه بعدها بشويه كده غريبه نزلت اجازه عامه يعني، كنت بنزل اجازات في الطبيعي فالحمد لله. بس فساعتها لا يعني الموضوع كان اهون شويه. لا الحمد لله. الحمد لله. اخويا خش. موقف محرج اتحطينا فيه لما انت كنت في الشقه القديمه وكنا بايتين عندك، وراجل صاحب العماره سمع صوتنا لما طردني من الشقه. لما طردني من الشقه. كنا بنلعب كوره في الشقه، كنا شايلين كل العفش وقاعدين بنلعب كوره، فاحنا كنا يعني كنا مش هو كان الموقف عادي بس كان محرج ان احنا اتطردنا كلنا. بالظبط. اشرف تاني يوم خد حاجته واتطرد من الشقه. لا ما كانتش عاجباني فعشان كده مشيت. هو الراجل طلع لقى دوشه لا العفش تقريبا اتسرق، بس هو كان على جنب، احنا ما سرقناش العفش، حاطينه على جنب. كنا بنلعب كوره عادي يعني، اي حد في شقته بيلعب كوره. فجه قال لنا طلعه من بره وطردني انا تاني، مش طردني، قال لي لو عايز تمشي امشي تاني. بس هو كان مش محرج قوي بس تمام. كان موزع شويه. موقف انت استجدعتني فيه ومش تنساهولي؟ والله شوف هي كانت مواقف كتيره، بس يعني هي بتحصل مواقف كتيره ما بيننا بستجدعك فيها، بس بتبقى دايما ان انا لو متضايق من حاجه او كده انت ممكن اتكلم معاك براحتي اللي هو مش هتكسف، مش حته ان انا دايما في الفكره بتاعت ان صحاب الولاد ما بيعرفوش يتكلموا مع بعض وميك فن اوف ايتش اذرز وكده. بس لا اشرف انا بعرف اتكلم معاك براحتي اكتر، يعني بعرف اطلع اللي جوايا، وعارف ان انت كده عمرك ما هتجادج، فانت بتبقى سندي في مواقف كتير. يعني انا في المواقف دي ما بعرفش ارد. كنت تخيل ان احنا نفضل صحاب طول الفتره دي، وايه سر الصداقه اللي بينا؟ نبدا تتخيل. كنت متخيل ان هو كده من اول ما عرفت طارق، يعني هو مميز في طارق عامه او فيك عامه ان انت فعلا جدع يعني، او معظم المواقف اللي بتبقى مع الناس مع طارق هو بيعرف يبقى طارق، هو كان جدع معاهم في موقف. حتى مثلا يعني هو انت لو عندك معاه مشكله وانس ان هو يكون فيه انت واقع في اي حاجه هو هيساعدك عادي جدا. بس اللي خلاني متاكد جدا ان انا هكمل في الحوار ده ان احنا فعلا اللي هو يعني وانس ان طارق يتكلم معايا في مشكله وانا اتكلم معاه في مشكله احنا فاهمين بعض اللي هو تمام يعني. لو اتكلمت مع حد تاني لا هو مش فاهم في دماغي، لا انا مش غلطان يا طارق انت فاهم. انا بشوف سر الصداقه بينا فعلا ان الكوميونيكيشن بينا عالي، يعني اللي هو لو في حاجه بنتكلم فيها على طول، ما بنشيلش كتير وبنبقى فاهمين بعض، بنبقى فاهمين. حتى لو انت مثلا عملت حاجه ما عجبتنيش بس انا فاهم ممكن تكون حصلت ليه، فخلاص الدنيا بتعدي عادي. وكان ايه السؤال التاني؟ اما هو اللي هو ايه سر الصداقه بينا؟ يعني هو مش عارف السر الصراحه. اما انا قلت بس هو يعني لو هتنصحني نصيحه العمر هتكون ايه؟ جميل. خليك زي ما انت. خليك زي ما انت، بس يعني انت كمان ده في اخر فتره حاسس ان انت اتطورت شويه في حته ان انت مع الناس انت كويس ولذيذ والكلام ده كله، بس انت يعني عارف كل واحد في حياتك ايه. ما بقتش كده انت كنت الناس كلها بالظبط، الناس كلها كانت بالنسبه لك ايكوال والناس كلها كويسه. ناس ممكن يكون الناس كلها كويسه بس مش حاطيننا في نفس الزون اللي احنا حاطينهم فيها، فدي انت حاجه عملتها وكمل على كده بقى، خليك كده. حاجه نفسك تغيرها في شخصيتي؟ حاجه نفسي اغيرها في شخصيتي اقولها عادي. هو بص يعني هو ما يغيرهاش بس ممكن يقلقها شويه يعني. هو لو حصل له موقف في وقت معين بيسخن جامد، هو يعني اللي هو الرياكشن بتاعه بيبقى في وقتها اكتر من الموضوع بزياده شويه. لان هو فعلا هو لو حصل له موقف ضايقه ممكن اساسا يكون هو مضايقه بس مش بالاكستريم اللي هو بيوفر. بس بعد كده يعني لما فيش ساعتين بقى اقل من ساعات خلاص تمام زي الفل. تمام. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقاتهم حقيقية ويونيك عايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج، ونشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد.